اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايلكم بأحلى وأشهى وصفة شاورما سوري. دلوقتي معانا كيلو صدور وفلفل ألوان، فلفل ألوان اختياري. دلوقتي معانا نص كوباية زيت زيتون، معانا علبة زبادي، نص كوباية ليمون، 10 فصوص ثوم مهروسين، معلقتين صلصة، ودلوقتي المقادير: فلفل، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة ملح، ومعلقة السبع بهارات. كل البهارات الجميلة دي بقى نحطها في الطبق. نقلبهم كويس. لازم يتقلبوا كويس عشان الزبادي ما يبقاش مكتل معانا ولا كده. دلوقتي هننزل بقى كيلو الصدور، هنقطعهم كده صوابع، شرايح رفيعة كده بالطريقة دي. ننزلهم كده على التتبيلة، ونقلبهم كويس. دلوقتي بالكمية دي اصلا هتعملي كمية سندوتشات كتير جدا، وهتسيبيها طبعا. ممكن تسيبيها قبليها بيوم، او ممكن تسيبيها لو مستعجلة تسيبيها قبليها بساعة بس. ممكن بقى تجيبي كمية زي ما انت عاوزة. كمية مثلا بتجيبي خزين الشهر مثلا، تعمليها بنفس التتبيلة مثلا، وتحطيها في اكياس في الفريزر، وتعمليها بقى لاطفالك. بقى ايه، جاي من المدرسة عايز تعملي اكلة سريعة. ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو اكتبولي في التعليقات. ودلوقتي بقى نجيب طاسة نحطها على النار، نحط معلقتين زيت كده، او ربع يعني كوباية زيت. ماشي. ونروح حاطين معلقة سمنة بلدي، او عادي بقى زبدة، يعني سمنة بلدي عندك متوفرة، زبدة اللي انت حباه يعني. نسيحهم كده على النار. وبعد كده بقى نحط الشاورما. هنقلبها كده، نفضل بقى نقلب فيها. نقعد بقى نقلب فيها كده شوية لغاية ما يعتبر تستوي. بتبقى بقى عاملة زي المحلات بالظبط، بتبقى محمرة كده. ممكن بقى انتي تحطيهم في صينية، تحطيهم في الفرن تحمريها من على الوش، بتبقى تحفة. ودلوقتي هنجيب طاسة تانية بقى على النار، هنحط فيها الفلفل الالوان، نحط برضو معلقتين زيت ومعلقة سمنة. ماشي كده. وهنروح حاطين الفلفل الالوان. نولع كده البوتاجاز بس عشان ما كنتش مولعين. معلقة سمنة كده، حاطين بقى طبعا الشاورما وموسطنين النار، يعني مخلينا كده ايه، مش عالية قوي عشان الشاورما ما تتحرقش.
وكل يعني كل 5 دقايق كده قلبيها كده تقليبة بس. دلوقتي طبعا انا حطيت الطاسه دي على النار عشان التانية عشان احط فيها فلفل الالوان، لان انا اصلا يعني عيالي ما بيحبوش طبعا الفلفل الالوان دون على الشاورما، فانا عاملاه طبعا في طاسه تانية. مش حاطاه على الشاورما خالص. وبحط بقى ايه بحسب الطلب، يعني ايه اللي عاوز على مثلا الساندوتش بتاعه فلفل الوان بحط له، اللي مش عاوز ما بحطش. ويا دوبك بقى الفلفل الالوان احط له بس حبه فلفل صغيرين وحبه ملح، ما بحطش اكتر من كده. واروح مقلباهم كده كويس، مقلباها على النار لغايه ما بيدبل كده، ماشي يعني يدبل معايا كده يبقى حلو. ان انا لما اجي مثلا احطه على الشاورما يبقى طعمه طبعا مظبوط، ما يبقاش لسه ايه في التكه ان هو لسه يعتبر ايه ني ولا كده، لا بسيبه يطرى خالص يبقى حلو كده. واصلا الفلفل الالوان اصلا جميل جدا والوانه بتبقى جميله والاطفال بيحبوه، بس انا طبعا يعني عيالي ما بيحبوهوش خالص، بقعد اتحايل عليهم طبعا ياكلوه ما بيرضوش. فانا ببقى عامله ليه انا وجوزي كده الفلفل الالوان ده ليه انا وهو بس. ودلوقتي الشاورما استوت معانا، ويلا نحضر بقى السندوتشات. نجيب بقى العيش السوري، حط كده مايونيز وكاتشب عادي بقى زي ما انتي عاوزه، اعملي الساندوتش زي ما انتي عاوزه براحتك. تحطي مايونيز وكاتشب، حطي مستردة، يعني بصي دي ذوقيا بقى منك انتي زي ما انتي حابه. حطينا كده الشاورما في العيش، الكميه دي حلوه جدا. حط فلفل الالوان، طبعا انا كنت بعمل اول ساندوتش ده لجوزي يعني، طبعا اول واحد لازم اعمل له الساندوتش. حط فلفل حامي، بص برضو حط الفلفل الحامي انا حطاه في طبق لوحده، عشان ايه اللي عاوز مثلا فلفل ولا كده بروح حاطه له هو لوحده. حط البطاطس، نروح حاطين الجبنه الموتزاريلا، حط كده نحطها كده على الساندوتش كده، نوزعها كده على الساندوتش حلو، عشان لما يجي حتى ايه نيجي ناكله بيبقى فيه مطه كده بتبقى جميله من الجبنه. نسيت طبعا احط له كاتشب تاني، فانا بحب احط من فوق ومن تحت على الشاورما، يعني احط في الساندوتش كده من تحت ومن فوق، تروحي بقى لفه كده اللفه دي. وعادي بقى اللفه دي ليها 100,000 لفه، تلف زي ما انت عاوز. كده هنسخن تاني الطاسه كده اللي على النار، ماشي هنسخنها كويس ونحط عليها بقى ايه، هنحط نقطه زيت بس صغيره كده في الطاسه، ونروح حاطين بقى كده الساندوتش يدينا بقى ايه يتحمر من ناحية دي ويتحمر من الناحية التانية، يبقى مقرمش كده وبيبقى طعمه تحفة. بصوا كده قلبته على الوش التاني، بص بقى احمر وبقى لونه جميل ازاي، بصوا ماسك نفسه ومقرمش كده بقى وطعمه جميل. اتفرجوا كمان على شكله كده لما يطلع كمان واحطه في الطبق. بس انا كده بحمره من الناحيه التانية، وتوطوا النار ما تعلوهاش عشان ما يتحرقش كمان منكم. هو بس بتك عليه بس كده عشان ايه، طبعا في المحلات السوري بيبقى فيه حاجه كده تقيله حديد بيبقوا حاطينها على الساندوتش، فانا طبعا ما عنديش، فانا بعمل بالمعلقه دي. بص بقى دلوقتي بقى شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله تحفه بقى شكله بقى لونه ذهبي. بس انا طبعا يعني لسوء الحظ يعني ان الكاميرا بتاعتي طبعا جودتها مش حلوه قوي، فمطلعه لكم كمان الصوره يعني مش احسن حاجه. بصوا كده انا بقطعه، بس هو طبعا سخن قوي. بصوا كده الساندوتش، بص الالوان بقى تحفه، بص الفلفل الالوان والفلفل الحامي والشاورما، بص عامل ازاي جميل.
والله انضف بقى كمان من بتاع الشارع، وانضف من المحلات كتير. على الاقل انت بقى ايه، عارفه انت غاسله الفراخ ازاي و... وحاجتك انت عاملاها بايدك، ضامنه ان الساندوتش طالع تحفه. وبألف هنا على قلوبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.